انا طبعا في بداية كلامي يسعدني جدا ويشرفني ان انت تخش قناتي وتشترك فيها وتنورني، لاني طبعا انا بحب دايما اكون معاكم. انا الفيديو ده عامله لاني حد طلب مني الفيديو ده وقال لي بعد اذنك انا عايزك تتكلم عن موضوع مهم جدا. طب ايه هو؟ قال لي عايزك تتكلم على موضوع الشباب اللي هم بيكلم واحدة في التليفون. طب اللي حابب ان هو يمشي مع دي واللي حابب يعمل دي. بص، انا عملت لك فيديو صغير هتسمعه وهيعجبك قوي، لكن دلوقتي انا هقول لك كلمتين حلوين قوي وفي نفس الوقت هيعجبوك. بص، لو انا وانت اعتقدنا ان كل الامور اللي احنا بنعملها وكل اللي احنا بنمشي فيه ده كويس، لا طبعا ده مش كويس. اللي انت تمشي فيه في الطريق الكويس هو دايما كويس، لا غبار عليه، لا غبار ولا نقاش عليه بأي شكل ايا كان هو. خلينا متفقين على المبدأ ده. بس عشان خاطر انا ابقى دايما ماشي صح، اللي انا هرضاه على الناس لازم تكون ترضى على نفسك. مش هترضى على نفسك يبقى ما ترضاهوش على الناس. انا ما امشيش مع بنات الناس وبهدلها وعشان في الاخر انا اصحابي يقولوا عليا ان انا شاب جنتل، ده انت شاب مقطع الدنيا وايه وظابط الكلام. لا خالص حبيبي، انت كده فاهم الامور غلط وانت فاهمها بمنطق تاني خالص. لا والله انا هفضل اقول لك الكلام ده النهارده وبكره والعمر كله لحد ما انا اموت، وتيجي تقول والله ده الراجل ده كان بيقول لي كذا كذا كذا. لا طبعا انت ماشي غلط وانت فاهم الامور غلط خالص. الامور مش كده، هي الامور ان انا عايز فلانه الفلانيه بنت فلان الفلاني، يبقى افضل شيء ان انا دلوقتي اعمله اروح اخبط على بابهم، السلام عليكم انا جاي عايز الحلال، انا جاي طالب الحلال. دي اهم حاجه. فخلي بالك من النقطه دي، وانا والله طلعت اعمل لك الفيديو ده النهارده مخصوص عشان خاطر انت حد تعز عليا. بس بما انك حد تعز عليا انت وكل اخواتي وكل الناس اللي انا بحبهم وبتمنى دايما ان هم يبقوا في افضل حال، افضل مني ومن اي حد ايا كان هو مين، خلي بالك ان انت لازم تبقى شايف انت بتعمل ايه كويس، ولازم تبقى شايف وواثق كويس جدا من اللي بتعمله ده صح ولا غلط. لو شفت الكلام ده واعتقدت الكلام ده مظبوط او مش مظبوط، هتلاقي نفسك تمام والدنيا معاك زي الفل وانت ماشي مستريح ومطمئن والدنيا معاك جميلة ولا غبار عليك في اي مشكلة. يبقى اصبح هنا لازم تبقى واثق ومعتقد 100% ان دي اختك. هترضى ان انت تبقى ماشي في الشارع وواحد بيقول لك ده انا شفت فلان ماشي مع اختك؟ هترضى تبقى ماشي او جاي من مكان معين وحد يقول لك ده انا شفت فلان كان بيعاكس اختك؟ لو انت هترضاها خلاص اعمل اللي انت عايز تعمله ببنات الناس. لو انت مش هترضاها يبقى لازم تحط نفسك قدام الامر الواقع وتحط ربنا سبحانه وتعالى في وسط راسك في قدام عينك. لازم تبقى شايف ان ربنا سبحانه وتعالى شايفك ومطلع عليك في كل احوالك وفي كل امورك. لو شفت كده ان ربنا سبحانه وتعالى شايفك ومطلع عليك في كل احوالك وفي كل امورك، هتمشي مستريح ومرضي والدنيا هتبقى جميله وزي الفل. لو ما شفتش كده يبقى ان لم تستحي فافعل ما شئت، لا غبار عليك. ان لم تستحي فافعل ما شئت. خلاص انت مش شايف ان ربنا سبحانه وتعالى شايفك وخايف انه فلان يقول كذا؟ لا، ان لم تستحي يا ابني فافعل ما شئت. كلنا كنا ماشيين في امور وكنا بنعمل حاجات غلط، بس لازم تفوق. وانا واحد بقول لك، انا واحد من الناس انا عملت حاجات كتير غلط، فانا بقول لك لا اتعلم اعمل الصح. خلي بالك عشان اللي انت فيه ده غلط ما ينفعش. يبقى اصبح لازم تبقى مستوعب وواثق وعلى يقين في الله سبحانه وتعالى ان كل اللي انت فيه ده مش كويس. كل اللي انت فيه ده لو شايف ان هو ده الهدف في حياتك، لا يبقى انت كده غلطان، يبقى انت كده مش صح خالص، مش صح بالمرة. وكل اللي انت فيه لا غبار عليك لو عملت الغلط. بس خلي بالك كما تدين تدان. خلي بالك كما تدين تدان. واللي هتعمله النهاردة هتلقاه بكرة، ودقة بدقة وإن زدنا لزاد السقة. فخلي بالك من الكلام ده علشان الكلام ده مهم قوي وهتلاقيه وهتحتاجه وهتعرف معنى الكلام ده فيما بعد. هتعرف الكلام ده فيما بعد ليه؟ علشان خاطر هتعرف الأمور بتوصل بيك لإيه، وهتعرف ان انت كان لازم تتغاضى عن الغلط بأي ظرف من الظروف وبأي شكل من الأشكال. فخلي بالك من النقط دي علشان النقط دي مهمة جدا، وعشان مهمة أنا بقول لك عليها. خلي بالك منها وخلي بالك من اللي بتعمله وخبط على الباب الصح.
وخلي بالك من اللي انت بتعمله. احلى مسا على عيونك واحلى صباح على عيونك. زي ما بتشوف الفيديو في اي وقت من الاوقات، انا كنت مبسوط ان انا معاك، وكنت مبسوط ان انا بقول لك كده. سلام عليكم.